السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بعمل معاكم صينيه فراخ بالبصل وشويه رز. كده بقى انا بشرت البصل وحطيت عليه طماطمايه. دي طريقتي في الاول. هتبل الاول الفراخ بالبصل، وبعد كده هنزل عليها ببصل مقطع تاني وطماطم. هوريكم معايا في الفيديو. هنا حطيت فلفل اسمر، هنا كركم، بابريكا، وكمون، وكزبره ناشفه. هقلبها بقى مع بعضها. دي يا جماعه هتبل بيها الفراخ الاول، وبعد كده هنزل عليها بالبصل المقطع والطماطم والفلفل وكده. دي هتبل بيها الفراخ بتاعتي. بسم الله. لا، وهنا عامله فتحات، بصوا في الورك كده انزل فيها البصل عشان ياخد التتبيله بتاعت البصل. هنا بقى دي معايا جنيحه، كنت جايبه فراخ فخليت الجنيحه لوحدها، فدي عملتها في كيس وقمت شايلاها. بتنفع بقى في الاوقات اللي زي كده، مش ببقى عايزه اعمل حاجات كتير، فبنقوم عاملين دي لينا احنا نقعد ايه ناكل كده ونمصمص احنا والعيال. بسم الله. كده انا جبت البصل اهو، قطعت الطماطم والفلفل وحطيت عليها نفس التوابل اللي حطيتها على الفراخ، وبعد كده هنزل عليها على وش الفراخ اللي انا عاملاها كده. وبعد كده هسيب الفراخ تتبل بتاع ساعة كده، على حسب بقى، ساعة ساعتين على حسب ولادك ما هيجوا من الشغل او من المدرسة، او تتجمعوا كلكم وقت الغدا تعمليها قبليها على طول. ايه رأيكم كده بقى في شكلها؟ هسيبها ساعة وبعد كده هدخلها الفرن، وهما اطلعها ورا. كده انا حطيت الفراخ اهيت على النار تستوي، بس انا بقى مش بحط لا زيت ولا سمنه ولا اي حاجه. هي الفراخ بتنزل الدهون بتاعتها، فمش محتاجه ان انت تحط عليها سمنه ولا زيت ولا اي حاجه. بصوا بقى هنا الرز هو بيتشرب، هوطي عليه وهقوم مغطياه. بصوا بقى يا جماعه، ايه رايكم؟ حلوه ازاي؟ جميله، تستاهل بقكم. اوريكم الرز بقى برضو. بسم الله. بصوا ايه رايكم؟ تستوي بقى، وبعد كده هدخلها تاخد تحت الشوايه تتحمر، وبعد كده ايه هعمل شويه ملوخيه حلوين كده يستاهلوا بقكم. يا رب اكلي يعجبكم وقناتي تكون خفيفه عليكم يا رب. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واهم حاجه اللايك.
لايك يا حبايب قلبي.